عن مشاعر سموه بمناسبة شفاء والد الجميع خادم الحرمين الشريفين. أحمد الله سبحانه وتعالى الذي من على سيدي خادم الحرمين الشريفين بالشفاء والعافية، والحمد لله رب العالمين. اللي اليوم كنا سعيدين جدا مع جميع إخواني وأخواتي المواطنين والمواطنات في هذا البلد الغالي اللي شاهدنا سيدي خادم الحرمين الشريفين الذي لم يصبر الحقيقة إلا أن يظهر ليطمن أبناء وبناته في هذا الوطن الغالي ويشاهدون حتى يطمئنوا على صحته. لا شك الحقيقة يمكن الكلمة التي قالها سيدي خادم الحرمين الشريفين عند لقائه لأخوانه وأبنائه في هذا اليوم، عندما قال علاجي هو من الله سبحانه وتعالى، ثم من دعاء أبنائي وبناتي بنات الوطن، أبناء وبنات الوطن الغالي في المملكة العربية السعودية. يعني يكفي انك تحس الحمد لله انه يشعر بانه علاجه من الله سبحانه وتعالى ومن دعاء المخلصين المحبين في هذا الوطن. الحمد لله رب العالمين. والحقيقة شعور يعني لا يكاد يوصف لكل انسان يحب عبد الله بن عبد العزيز المحب المخلص لوطنه. وطبعا اذا سمحتوا لي بهذه المناسبة اني اشكر كل من زار للاطمئنان على صحة سيدي خادم الحرمين الشريفين مع اصحاب السمو الملكي الامراء المشايخ ومع الوزراء وجميع اخواني المواطنين واخوات المواطنات اللي باتصالاتهم والسؤال عن صحة سيدي حفظه الله، والذي هم دائما في قلب سيدي خادم الحرمين الشريفين. صرح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية أنه تعرض صباح أمس الموظف بالملحقية العسكرية للمملكة في صنعاء وكيل رقيب خالد شبيكان العنزي وهو خارج من منزله لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولي الهوية أودى بحياته وحياة مرافقه من الحراسات الرسمية اليمنية. وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية إنه قد تمت مباشرة التحقيقات في هذه الحادث الإجرامي بشكل فوري من قبل السلطات اليمنية الأمنية وبالتنسيق مع سفير خادم الحرمين الشريفين في صنعاء لمعرفة ظروف ودوافع الجريمة وتعقب الجناة وتقديمهم للعدالة. وأضاف المصدر المسؤول بأن الترتيبات جارية لنقل جثمان الفقيد إلى المملكة، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدين بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته. ونقل المصدر المسؤول تعازي صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية وجميع منسوبي الوزارة والسفارة والملحقيات والمكاتب التابعة لها لأسر وذوي الشهيدين. نشرت البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة مشروع القرار الخاص بحصول فلسطين على